يلا، عايزين الناس تدخل علشان هنتكلم مع بعضينا. يا اهلا. يلا يلا يلا، عايزين ناخد اللايف شير كده وكله يكتب كومنتات كده عن رأيه في مباراة النهاردة ما بين نادي الأهلي وطلائع الجيش. طيب، طبعا أول حاجة هنبتدي بيها إن احنا هنهني النادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي صدارة الدوري بدري بدري. عموما يعني لغاية دلوقتي إن شاء الله احنا لغاية دلوقتي متصدرين. يا أهلا يا أهلا يا أهلا كل الناس اللي معانا. الشوط الأول هنبتدي حاجة حاجة كده. نبتدي بالشوط الأول. شوط ما فيهوش شوط. يعني ايه؟ يعني 45 دقيقة ما فيهمش شوط، ما فيش حاجة بتتلعب فيهم. استحواذ للأهلي من غير فعالية. الهجوم ما فيش هجمة بتكمل صح. ان هجمة واحدة في الشوط الأول تكمل، لا ازاي خالص. 8 محاولات على الفاضي للنادي الأهلي. كان في بس هجمتين لطلائع الجيش وجابوا جول من خطأ في الدفاع وتردد من الشناوي في الدقيقة 25. في حتة بس كده عايزين نقف عندها، تردد من الشناوي. ده من امتى دي بتحصل؟ هاي الشناوي من امتى بتحصل؟ يعني ما ينفعش مثلا ان الزمالك امبارح يتعادل والاسماعيلي النهارده يخسر والاهلي ما يستغلش الفرصه الجباره دي. ازاي الاهلي ما يحافظش على 3 نقط ويستغل الفرصه دي؟ يعني ما ينفعش مثلا، هديكم مثال، ما ينفعش الاهلي يكون عنده حنفيه بتنقط ويخسر النقط من الاول كده. ده صح؟ ده صح كأهلوية؟ نيجي بقى نتكلم عن الشوط التاني اللي الحمد لله كان فيه تحسن في الأداء. بس تقريبا كده، بس حاجة عايزة أضيفها، كولر يعني ايه فوق اللعيبة ما بين الشوطين. لأن لو كولر ما كانش عمل كده يعني احنا كنا هنشوف أداء أسوأ من الشوط الأول في الشوط التاني. كنا هنشوف كده، بس الحمد لله الدنيا ظبطت جدا في الشوط التاني. نيجي نتكلم عن الهدف اللي في الدقيقة 51 لأحمد عبد القادر. أنا الصراحة في أول الماتش أحمد عبد القادر كان أناني شوية في الكورة، شوية كان أناني، لكن لما أحرز الهدف بأسيست من برونو سافيو انبسطت من أحمد عبد القادر، انبسطت الصراحة. الهدف التاني في الدقيقة 60، وده الصراحة هو مش انا بس، على ما اظن يعني كل الاهلاويه هتعقب على الهدف دوت. في الدقيقه 60 نتيجه ضربه الجزاء النادي الاهلي احرز هدف. عمر رضوان، انت بتعترض على ايه؟ انت دلوقتي بتعترض على ايه؟ لا الهدف ما ينفعش، الهدف ملغي. ايه ده انت؟ لا ثانيه واحده بقى كده. دلوقتي ضربت اكرم بايدك، زقيت برونو سافيو، مسكت رجل احمد عبد القادر، اللي هو انت جالك انهيار عصبي وبعد ما دخلنا الجون فيك، اللي هو اهدى كده. يعني اللي هو الضربه ب3 ضربات. ضربه اللي انت بتعترض عليها ديت هي ب3 ضربات، ب3 ضربات اللي انت ضربتهم. ها، وبعيد عن كده الهدف كان رائع، الهدف حقيقي كان جميل جدا. كان في هدف ملغي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، او كان في الدقيقة 87 علشان بسبب لمسة يد. نيجي بقى ونقول دلوقتي، نقدر نقول ان الشوط التاني بالتغييرات بالاداء موفق جدا جدا
جدا عن الشوط الاول. والف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك علينا صدارة الدوري لغاية دلوقتي. الف مبروك. نيجي بقى دلوقتي نتكلم عن حاجة كده. الصراحة انا واحدة من الناس انا مش عارفة ازاي ما كنتش بتابعها في الكورة. انا بدأت ان انا اتابعها السنة دي، قبل كده ما كنتش بتابعها خالص، بس طبعا تابعتها علشان الناس حبايب قلبي، عشان حسيت كده ان هي حاجة جميلة، يعني نوع من الكورة جميل. كاس العالم، هاتي الكاس، عايزة الكاس. استنى احنا هنشيل لكم الكاس، والله جبت لكم كاس. كاس العالم حقيقي من النوع المسابقات اللي انا حبيت جدا اتفرج عليها. انا ازاي ما كنتش عايشه، بس طبعا انتمائي للنادي الاهلي، بس الكوره جميله جدا، بيلعبوا بروح، وحقيقي الفرقه جميله جدا. يعني حقيقي كاس العالم كله رائع رائع ولعبه رائع. دلوقتي معانا او هنتكلم عن 14 منتخب صعدوا للدور ال16. 14 منتخب صعدوا للدور ال16، ومتبقي منتخبين هنعرفهم شويه كده دلوقتي. اول منتخب فرنسا، امريكا، اليابان، والبرتغال، واستراليا، واسبانيا، والبرازيل، والارجنتين، وهولندا، وبولندا، والسنغال من قارة افريقيا، والمغرب اللي ان شاء الله انا نفسي ان هم يشيلوا الكاس ده اكيد اكيد اكيد. ونفسي كل المنتخبات العربية اللي هتبقى تلعب في كاس العالم بعد كده واللي بتلعب حاليا تشيل كاس العالم باذن الله. قلنا السنغال والمغرب، ومتبقي لنا كده انجلترا وكرواتيا. كاس العالم حقيقي بدأت ان انا اتفرج عليه وانبسطت جدا وانا بتفرج. المغرب، الف مبروك للمغرب للصعود للدور ال16. المغرب شرفت العرب. المغرب دي الجملة اللي حابة انهي بيها اللايف النهاردة. المغرب بسم الله ما شاء الله عليها، من اداء، من تميز، من تعاون، من روح، شرفت العرب بيها. شكرا السعودية، شكرا تونس، ان ما تأهلتوش وما صعدتوش، بس طبعا شكرا جدا على لعبكم، ولانكم برضو كنتوا بتلعبوا الروح وعملتوا اللي عليكم. انتوا حقيقي عملتوا اللي عليكم والحمد لله. والمغرب بقى هي اللي هتكمل المسيرة ديت النهاردة في كاس العالم، مش النهاردة، هي اللي هتكمل كاس العالم بإذن الله. شكرا جدا، كانت معاكم كنزي محمد، وانتظروني في لايف تاني عن النادي الأهلي. ثانية واحدة عشان كده في كومنتات شدتني، يلا بينا نقرا الكومنتات القمر مع بعضين. احلى فزلوكة في الدنيا، ميرسي. محمد انس، اهلا وسهلا، اهلا بيك، اهلا بالناس اللي معانا في اللايف اللي منورانا. رزق رشدي، الف مليون مبروك الفوز، اهلاوي وافتخر. كلنا اهلاويه ونفتخر. الف مبروك، الله يبارك فيك يا ابو عمار. لا ثانيه واحده، نيجي نتكلم ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم كان كويس الشوط الاول، كان في الضياع، بس مش هو بس الشوط التاني لا، الدفاع اتحسن بكتير. في حاجه عايزه اتكلم عليها، محمد شريف، يا محمد يا شريف، انا زعلانه منك، ومش انا بس، كل جماهير النادي الاهلي. ايه اللعب ده؟ لعب مش كويس خالص بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمستوى النادي الاهلي. ركز قبل ما تشوط الكوره، ركز وفكر 5 ثواني قبل ما تشوط الكوره. هي مش كلنا بنلعب وخلاص وبنشوط وخلاص، في حاجه اسمها تركيز، حاجه اسمها تركيز. احلى اهلاويه في الدنيا، ميرسي. جماعه بامانه لازم نفرح ان الاهلي من الاول كده لغايه دلوقتي هو في الصداره، ولغايه دلوقتي هو معاه 12 نقطه، بسم الله ما شاء الله. والف مبروك علينا النهارده 3 نقط، بسم الله ما شاء الله.
بنوركم. باذن الله هعرف لكم المنتخبات اللي هتتاهل، وهنزل لكم بوست على صفحتي على البيج على الفيسبوك. وشك حلو، ميرسي. لا حفيظ عوض. بص، المستوى وحش بالنسبه للشوط الاول، لان انا قلت ان هو ما كانش فيه شوط خالص، لكن بالنسبه للشوط التاني مستواه تفوق عن الشوط الاول بكتير. ما يكون الاحترام وشكرا. ميرسي. اللعيبه كلهم قدموا مباراه جيده، ونقول الف مبروك للاهلي. الله يبارك فيك. احنا كجمهور ما نكسرش اللعيبه، احنا كجمهور عمرنا ما نكسر اللعيبه، شجعهم. اصل برضو احنا كسبنا، وفي رساله حابه اقدمها للاهلي، ان احنا عمرنا ما هنقبل بالخساره. احنا بنقول لك ان انت كان مستواك مش حلو النهارده، مش علشان الاهلي ما يتقدمش، بالعكس احنا بنشجعك يا اهلي، معاك على المره قبل الحلوه. وعلشان كده بنقول لك التعليقات والكومنتات اللي عندنا علشان تحسنها اكتر واكتر، وعشان تاخدوا بالكم منها. معك محمد من المغرب يا جمالك. يا اهلا يا محمد، واهلا بكل شعب وكل اهل المغرب، والف مبروك صعودكم للدور ال16. عزيز عزت، الله يسعدك يا فزلوكة. خلينا ندعم ونساند الانتقال القادم افضل ان شاء الله، باذن الله. واهلا بيكم كلكم. لا دفاع الاهلي النهارده في الشوط الثاني كان احسن بكتير. مبروك يا اجمل اهلاويه في الدنيا يا فزلوكة. الله يبارك فيك يا سعد. مبروك، الله يبارك فيك يا عادل. يا اهلا يا حنان من اسوان، يا اهلا واهلا بكل اهل اسوان. كل الحب للشعب المصري الحبيب. اهلا، شكرا يا عادل. واي حد انا هشوف لو ممكن انزل بوست شويه كده، وكل واحد في الكومنتات هيكتب لي بالنسبه له او تعقيبه ايه على الماتش كله، الشوط الاول والشوط الثاني. بقول لكل اللي بيقدموا محتوى على السوشيال ميديا السنه دي، عايزين نبقى في ظهر الاهلي ونبقى معاه في كل الظروف، مش نطلع علشان ناخد ترند وننتقد في الاهلي واحنا اهلاويه. تمام؟ وصلت لكم المعلومه؟ الله يبارك فيكم. وبكده نكون خلصنا لايف النهارده، والف مبروك ال3 نقط، وان شاء الله نقطنا تعلى كمان وكمان. مبروك للمغرب، ومع السلامه.